اهلا بيكم. النهارده هنشوف حشو الفواصل. زي ما احنا شايفين لو قربنا الكاميرا هنا كده، احيانا بتكون الفواصل عندنا اهي مفتوحه اهي زي هنا كده. خلاص هنبتدي نقفلها مع عبد الله ونحشيها بحشو الفواصل اكسترا جروت من مايكا جروب. طبعا في عندنا 3 اكواد، في عندنا الابيض وفي عندنا الرمادي وفي عندنا الاسود. لكن انا عايز اقول معلومه مهمه جدا. المفروض انا بشتغل بقفل ورايا حد بينظف على طول، لان لو اتحط ومسك مش هيطلع الا يعني بمجهود وتكلفه غير طبيعيه. فالاسهل يا اما احط تيل فوق وتحت وبعد كده اشيله، يا اما يبقى معايا حد نحطه ونمسح بيه الكهنه او فوطه او اي حاجه على طول عشان ما يمسكش ويعمل معانا مشكله. هنا عبد الله هو مجهز لنا حته مثلا كده اهو، بناخد اهو مثلا كده ونبتدي نقفل. طبعا كلكم معلمين وعارفين، يعني انا بالنسبه لكم تلميذ، لكن اهم ما في الموضوع ان انا بعد ما بقفل كده اي زيادات، بص عبد الله هيعمل ايه على طول، هيقوم منظف. تمام؟ عشان عايزين في الاخر نطلع الشكل الحلو النظيف ده، وما تمسكش حاجه على الرخام، على السيراميك، على البورسلين، على اي حاجه عندنا، عشان ما تطلعش عندنا مشكله. ركزوا يا جماعه في المعلومه دي، لان ناس كتير قوي اخدوه ونشف معاهم وبعد كده اتصلوا وقالوا هنطلعه ازاي. فلما اكتشفوا ان الموضوع ان احنا نشيله بيتكلف ومجهود بيزعلوا. فاحنا بنحبه دلوقتي، هو شديد جدا جدا وقوي جدا وتمددي وللشغل الخارجي فوق ما ممكن تتخيل، لكن نشتغل بيه صح ان شاء الله نوصل لافضل نتيجه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.